اللي بوصله أنا من هالفكرة، إذا أنت قلت يا رب ثق تمامًا أن الآن في شيء بالكون بدأ يتحرك، رب العالمين بدأ يحرك لك شيء، متى بيوصل لك؟ الله أعلم، عن طريق منو؟ العلم عند الله. واحدة تدعي يا رب ترزقني زوج صالح، ويا رب، ويا رب، ويا رب أبي أسرة، أبي أصير أم، أبي أول ما تقول يا رب ترزقني زوج صالح، بدأت الحركة في الكون من رب العالمين. أنا باعطيك سيناريو مثال يعني مو شرط هو. قدّر الله في مناسبة اجتماعية صارت، مو هي طبعًا فيها، ثنتين تشاوفوا من زمان، وينك وش أخبارك من هالكلام، خذوا أرقام بعض ونبي لنا طلعة من زمان نسولف عن أول، وفعلًا طبعًا على ما أخذوا رقم بعض واتصلوا ببعض يمكن أخذوا لهم أسبوعين 3. اتفقوا على مكان وطلعوا راحوا مطعم والّا كافيه وقعدوا وسولفوا وهم يسولفون يابا وطاري هذه، فلانة ما فلانة اذكرها بالخير وكذا، ترى فلانة الحين ما تزوجت، صدق والله ما تزوجت، أنا عندي أخوي عاد والله قاعد يدور له وحدة، كلمت أخوها، فتح الموضوع مع أمه، اتصلت على أمها، يا وزاروهم، هي صار لها شهر تدعي وتقول يا رب ما حطّك باب بيتنا، ما تدري إن هذيل شافوا بعض واتفقوا وراح يسولفون ويبون طاريها عشان الله يدز لها اللي يطق باب بيتها ويستجيب دعائها. فإحنا لمّا نقول أنت لمّا تقول يا رب وما تشوف، مو لازم تشوف بعينك، ما أنت ما أنت تحتوي الكرة الأرضية، لكن ثق تمامًا أن رب العالمين بدأ يدبر الأمر، إيش كثر راح ييجي له؟ فترات طويلة. وللعلم إذا دعيت يعني هذه ناخذها، لا توقف دعاء، لأن إحنا نفترض إنك أنت بعد الدعوة هذه في مراحل تاخذ لها شهر، سنة، مو شهر. إذا دعيت في مرحلة صارت خطوة، دعيت بعد في خطوة، 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 أنت طبعًا خلاص تحس إنه بعض المرات يصير يا رب دعيت وايد، هو نفسه يحس إنه خلاص، تدري إنه باقي دعوة واحدة خطوة ويوصل، وقّف، عادي يرجع يتكنسل كل هذا، سبحان الله. عادي. حديث عجيب، بعض العلماء يحسن هذا الحديث وبعضهم يضعفه، لكن معناه جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم. "يعجب ربنا" وفي رواية: "يضحك ربنا إمم. من قنوط عباده وقرب غيره." يعني شنو؟ يعني هذه حالة رب العالمين يضحك ويعجب له، وهذه صفة تليق بالله بجلاله سبحانه وتعالى كما شاء. يعني رب العالمين يضحك على هذه الحالة ويعجب من هذه الحالة من قنوط عباده، اليأس، وأنا دعيت إيش كثر وما شفت شيء. وفي نفس وقرب غيره، شنو يعني قرب غيره؟ يعني قرب إنه يتغير ويتبدل حاله، ما بقى شيء. قال: "ينظر إليكم أزلين قنطين"، يشوفكم يائسين ودعينا وخلاص، "فيظل يضحك وهو يعلم أن فرجكم قريب." الله الله قاعد أكبر. يشوفك من فوق، أنت ما تشوف الإجراءات هذه، الله قاعد يشوفك من فوق، قاعد يشوف إجراءات حاجتك وأمنيتك قاعدة تصير وقاعدة تقرب منك وأنت تدعو، لا توقف، يشوفك خلاص صرت يائس وقانط وماكو فايدة وتعبت وأنا أدعو مو شايف شيء، ترى بالطريق. قول حق نفسك هذه الكلمة كل ما حسيت إنه مليت من الدعاء أو تعبت أو ماكو فايدة، قول حق نفسك هالكلمة، قول يمكن باقي على حاجتي وأمنيتي خطوة، دعوة واحدة، يمكن تكون هذه اللي أنا ما لي خلقها، ارفع يدك وقول يا رب. يمكن ما تشوفها، كل ما قول يا رب يمكن باقي فعلًا دعوة، وفعلًا ترى أحيانًا تكون باقي دعوة، باقي شغلة بسيطة، فلا تتركها. اشتغل دايمًا، واحد يبي وظيفة، يا رب ترزقني وظيفة، أبي رزقه، على طول من يقول يا رب قدر الله في شركة معينة اجتمعوا مجلس إدارة قالوا يا جماعة محتاجين موظف في التخصص الفلاني اللي هو تخصصه. وعلى ما بدأوا البحث والsearch وكذا وعن طريق ما أدري منو هناك، آخر شيء واحد قال لهم ذكر لهم فلان، زين شلون نوصل له ورقم. هذه العملية استغرقت لها أسبوعين 3، أنت قاعد تدعو، ما تدري إن الناس قاعد تحوس عشانك، الله قاعد يحرك الكون لك، وآخر شيء جت لك الدعوة، أنت عبالك إن هالدعوة استُجيبت من الأخيرة بس، اللي اليوم الصبح الفجر قلت يا رب سبحان الله شفتها العصر، لا، هو من زمان قاعد تتدبر لك الأمور. فلما أنت تقول يا رب وتقول ما شفت، أنا معك ما شفت، بس مو إن الله ما استجاب، لا الله قاعد يستجيب، بس اصبر، خدتيك الأسباب، خدتي الإجراءات، خدتي الخطوات، وبعدين بتجيك بالوقت المناسب اللي رب العالمين يختاره. هذا الكلام يخلّينا مرتاحين بأي دعوة نقولها.